برج الجدي. هتكلم معاكم عن بداية من الآن، من اللحظة اللي بتتفرج فيها عليا، بداية من عام 2024 أمور لديك تتغير للأبد. تلك الأمور هتكون نتيجة للحياة اللي انت شفتها، للناس اللي انت عشت معاها، ل20 سنة سابقة صادمة، لأمور كثيرة جدا حدثت مع الكثيرين في جميع أنحاء العالم. في جميع أنحاء العالم. برج الجدي ملوش حظ، كان فترات سابقة كتير لجميع الجنسيات. اجتياح كبير كان للنحس، كان للفقر، كان للشخصيات الحقودة، كان الناس اللي بتحاول دايما توقفك عن مسارك، عن طريقك، الناس اللي بتمسك لك على الوحدة، وهي شخصيات صعبة، الناس اللي بتحط بلاويها فيك. في مثل كده بيتقال مش عارف ايه، ويجيب اللي فيه فيك. ده المثل ده عندنا طبعا ناس كتير فهمته. ده اللي بيحصل في حياة برج الجدي. هتكلم معاكم عن فترة هتبقى مختلفة، وهتبقى فيها أمور تتغير، وهيتغير معها شخصية برج الجدي بعد شعوره بالتحرر. هتكلم معاكم بالتفصيل. الناس اللي بتتابعنا بس عن طريق الفيديوهات المقترحة، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة الساعة 2 3 دايما زي ما بتكلم وبقول. القراءة دي أمانة، القراءة دي أمانة، ولما بقول لك حاجة في حياتك أو عن شريك الحياة وأنا يا حد تعرف إن دي أمانة، واستحال إن أنا أقول حاجة غلط بأمر الله. فنحن نملك العلم اللي محدش يملكه، نملك فك لوغاريتمات الخريطة الفلكية اللي محدش يعرفه. اللي عايز قراءة يتواصل على الواتس، ونبدأ في حلقة خطيرة وأمور تتغير في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمور تتغير في حياة برج الجدي بداية من عام 2024. أول حاجة هتتغير فيك هي القناعة. القناعة ليست كنز في بعض الأوقات، وبرج الجدي القناعة في حياته كانت حكم بالإعدام عليك. القناعة كانت عند برج الجدي كانت ليست كنزا لا يفنى، ولكن القناعة اللي هتبقى معاك هي عدم الرضا، انك مش هترضى عن كل شيء كان بيسبب لك الهوان، كان بيسبب لك التعب والحرمان، كان بيسبب لك أزمات نفسية من كتر الكتمان. كانوا حواليك فيران وعاملين باتمان. من زمان وانت تعبان. ده مش هيحصل خلال الفترات القادمة. القناعة عندك مش هتبقى كنز. القناعة انك ترضى بأي حاجة مش هتبقى كنز. دي كانت بالنسبة لك قبر، حرمتك من حياتك، من دنيتك، من أحوالك، من شخصك. ده انت نسيت نفسك. لذلك أول شيء هيحدث معك وتغير إلى الأبد أن القناعة لن تكون كنز. بالعكس، القناعة اللي هتتبدل عنك إنك هتكون دايما مقتنع إنك تستحق الأفضل. مش هتفضل في القرف وتقول أنا قنوع. لا، ده أنت حضرتك بتموت نفسك. القناعة إنك تقتنع بنفسك، مش تقتنع بالآخرين إن ده أمر واقع. مش تقتنع بالآخرين اللي فرضينه عليك ده أمر واقع. ده لا مؤاخذة نفسنا وحسد. تاني نقطة معانا هتحصل معاك هي العينة بينة. يعني إيه؟ هتنهي جزئية
الاحتمال والصبر. الصبر يعني من البداية كده هتشوف ايه اللي ينفع معاك واللي ما ينفعش. العينة بينة، مش هنقول يمكن الامور تتصلح، نصبر. للأسف المعايير الجميلة في القناعة والصبر استغلوها ضدك علشان يوقعوك، علشان يبهدلوك. نقطة أخرى هتحدث مع الكثيرين، لن تسمح أن يكون لك مسكن حتى لا يتم إذلالك معنويا ونفسيا. دائما أنت محب وأنت بتحب ومخلص. البعض من الممكن تم إذلاله في حياته، في ماله، في عياله، في حاجات كتير. لن تسمح أن يكون لك مسكن، لن تسمح أن يكون لك نقطة ضعف، لن تسمح بالإذلال المعنوي تحت أي ضغط. اللي حدث مع الكثيرين منكم في حياتكم، وأنا أعلم بأمر الله كل شيء عنكم ولمدة 20 سنة سابقة. رابع حاجة، الأصالة. هتنهي جزئية الأصالة. هبقى أصيل مع أولاد الأصل، لكن مش هبقى أصيل مع اللي ما عندهمش أصل. زي ما قلت في البداية، مش عارف إيه تبليك وتقول اللي فيها فيك. مثل ده بيطبق على برج الجدي حرفيا. نخليها الهبلة تقول اللي فيها فيك. نخليها الهبلة. طبعا ده بيطبق على الرجل والمرأة اللي عانيتوا منهم. الأصالة لن تكون كالمعتاد، فأنت رمز الأصالة بإظهار حبك وجدعنتك وتمسكك، يجعلك لعبة في إيد الأندال. حاجات كتير هتتغير معاك تانية. اصبر. أمر آخر هيحدث معك، الفلوس. كتير قوي كان كتير عليك بيدوس علشان كنت بتتنازل عن حق لك، او ان انت كنت عايز الدنيا تمشي وبتتنازل عن حق او فلوس، او بتصرف كل ما في الجيب نتيجة للشخصيات اللي عايزة تستنزفك. امور كثيرة جدا. لكن خلال الفترة او بداية من هذا العام، الفلوس ستكون هي مصدر قوتك ومصدر سعادتك ومصدر بحثك. هتكون باحث عن المادة. فترة من الفترات أو عام من الأعوام اللي هتبحث فيها عن كيفية وضع نفسك في حياتك الطبيعية مع أشباه البني آدمين. نقطة برضو مهمة، شكلك وصحتك. وأنا ببشر بالخير لحبايب برج الجدي إن أنتوا خلال تلك أو هذا العام الكثيرين منكم هيرجع لشبابه وطاقته. سنينك اللي ضاعت محفوظة لك، فربك كبير. سنينك اللي اتسرقت هترجع لك تاني على هيئة شكل وصحة. وبأمر لا تعدي كل شيء صعب. طبعا أنا بتكلم باللي برج الجدي شافه، باللي برج الجدي عاشوا، باللي شافوه من إذلال، من سحر، من حسد، من قر، من قرف. شاف كل القرف. السنة دي تعتبر صحوة، والأمور دي هتتغير مع من استوعب الدرس للأبد. وحسرة على من لن يستمع لصوت العقل. حسرة على من استمر في الذل، أو إنه يستمع إلى الذل، سواء كان من شخصيات أو يسمح لحياته بالهوان.
هتتغير للابد حبايبي برج الجدي. عيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه والاستدراك على القناه دي، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءه خاصه بامر الله، نحن نعلم وربنا وهب لينا العلم لفك الخارطه الفلكيه، ولا احد يملك هذا العلم بامر الله، وانا واثق في كلامي جدا. عمري ما هقول لك عن شريك الحياه الا لما تكون كلامي امانه. عمري ما هقول لك عن السنوات القادمه الا لما يكون كلام امانه في حياتك، امانه. اللي عايز قراءه يتواصل معاكم، واتس كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. ان شاء الله تكون بخير حبايبي برج الجدي، جمال ابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.